أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الحدث الوطني، نحييكم من داخل قرية كفر مساعد التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، حيث المؤتمر الجماهيري الكبير الذي أعد خصيصا للمرشح إن شاء الله الانتخابي القادم وهو العضو البرلمان القادم بإذن الله الأستاذ أحمد أبو تشيش، وحيث يتواجد عدد المواطنين من أهل قرية كفر مساعد وكلهم التفوا حول المرشح الانتخابي القادم ان شاء الله ابن قرية كفر مساعد. نحييكم من هذا المؤتمر، وحيث نبدأ مؤتمرنا مع أولى أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث اقترب عيد الأضحى المبارك، كل عام والجميع بخير. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. وبه نهتدي ونستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى التابعين على نهج سيدنا محمد إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه ليلة مباركة تبدأ بمستهل العشر الأوائل من ذي الحجة، وقد اقترب عيد الأضحى المبارك. أتقدم باسمي واسم مؤسسة الحدث الوطني وأخبار البحيرة وقناة صوت مصر الفضائية وقناة العاصمة الجديدة بأجمل التهاني وخالص التبريكات إلى شعب محافظة البحيرة، وتحديدا قرية كفر مساعد التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، حيث في هذه الليلة المباركة وتعد في اليوم الأول من الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وفي مستهل هذه الليلة المباركة وتعد من أجمل الأيام، يسعدنا أن نلتقي معكم وبكم في هذا المؤتمر الجماهيري الكبير الحاشد من قرية كفر مساعد، الذين التفوا حول ابنهم البار النائب المنتظر عن قرية كفر مساعد ومركز إيتاي البارود النائب أحمد أبو تشيش. نحييكم من هذه القاعة المباركة ومن هذا المؤتمر الحاشد الجميل، ونبدأ بمستهل هذه الليلة المباركة وهذا المؤتمر الجميل بآيات من الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ محمد عثمان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا فضيلة الشيخ محمد عثمان القارئ بالإذاعة والتلفزيون على هذه التلاوة المباركة. والآن مع السلامة الوطن الجمهوري.
أعزائي المشاهدين والمتابعين متابعي قناة صوت مصر، نحييكم بعد أن استمعنا إلى التلاوة المباركة واستمعنا للسلام الوطني الجمهوري. ما نراه الآن أمام نصب أعيننا فإنه مبشر بالخير. ما نراه الآن من التفاف من أهالي قرية كفر مساعد التابعة لمركز ومدينة تل البارود حول مرشح الشباب القادم معالي النائب أحمد أبو تشيش. وفي هذه الليلة المباركة العدد الكثير الذي حضر من أهالي القرية ومن أهالي مركز تل البارود تأييدا للمرشح الانتخابي القادم إن شاء الله مرشح الشباب، واحتفالا بهذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. نحييكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير مرة أخرى. والآن مع كلمة معالي النائب المنتظر أحمد أبو تشيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبنا السعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، أهلي وعشيرتي وأحبابي، أهل بلدي الكرام، أهل قرية كفر مساعد. أعرف نفسي الأول، أنا أحمد نبيل أبو تشيش، 34 سنة، ليسانس حقوق، جامعة المنوفية. أنا ابن قرية شيشتر العام وابن قرية كفر مساعد. السادة الحضور الكرام، أنا جاي النهاردة نطرح عليكم فكرة ترشح للدورة القادمة. فهنتكلم مع بعض، مش هنتكلم مع بعض بفكر الماضي وفكر الإنشاء بتاع الفترات السابقة. أنا جاي النهاردة عشان الجميع يسمع الخطوات القادمة، وعشان أنا برضو ابن قرية كفر مساعد والحضور الشريف ده كله. طبعا أنا قعدت مع بعض الشباب في قرية كفر مساعد. لقيت القرية فقيرة خدميا، يعني في بعض الشباب كلمني قال لي إن عندنا مركز الشباب والملعب الكورة لسه ما يعني هو المبنى اتبنى وكده، بس لسه ما كانش فيه تكملة للملعب يعني. تمام. وفي مشكلة برضو في عاصرتها في القرية، مشكلة الصرف الصحي، ان هم خدوا المكان موجود بس محطوطة في الخطة. وطبعا عشان انا جاي هنا ما نقولش وعود او نقول كلام انشا سمعتوه قبل كده، والناس تقول لك احنا سمعنا ياما كتير قبل كده. كل ما ننزل الشارع نلاقي الساده المواطنين عندهم احباط، في احباط غريب الشكل. انا كشاب من قريه شيشتر العام اخدت الخطوه عشان لقيت في احباط من الساده المسؤولين الكبار. كل ما ننزل لشخص نقول لك انا عايز سن كبير وعاوز. فاحنا كشباب اتعلمنا وانصرف علينا وعاصرنا المجال السياسي. انا كراجل بقالي 10 سنين في المجال السياسي، اشتغلت في 3 احزاب هنا عشان نطرح بعض الافكار وانكم تسمعوا من الفكره ان في شباب قادم، ولازم نحيي الامل ودماء جديده. والشباب واهالينا طبعا لازم يبقوا متقبلين ذلك. لازم يكون عندنا طموح ومش نيأس ونفكر ان دايما ان ربنا طبعا مش هيكرمنا. لو احنا ككل اب موجود معانا في القريه، لو صرف على ابنه ايا كان، خد كليه هندسه او كهرباء، هندسه كهرباء باور، او خد تجاره او خد اداب او خد اي كليه وجاب تقدير جيد جدا، فطبعا احنا كفئه من الشعب بنفكر في ايه؟ نقول لك البلد ما فيهاش شغل. البلد ما فيهاش شغل وفي تعيينات. لا، البلد فيها شغل وفي مش شرط يكون في تعيين حكومي. انا شغال على المبادره بقالي 2 سنين بالظبط، بننشر دماء الشباب في كل قريه. بناخد من كل قريه 5 أو 4 أو 6 اللي ربنا يقدرنا عليهم، بنطلع بيها على شركات حسن علام، شركات سير مصر في مدينه السادات، شركات طلعت مصطفى، مرتبات كويسه جدا من 7 وطالع، وفي تجارب ونماذج في جميع القرى. طبعا انا مش هتكلم في المجال الخيري، المجال الخيري انا موجود فيه، وانا طبعا بندفع الباب للجميع ان هم يطلعوا شاب من بينهم، لان احنا سمعنا كلام انشا قبل كده. انا جيت هنا عشان كفر مساعد، مش عشان هي بلدي الثانيه، لا، هي كفر مساعد بلد الاولى، واي بلد بننزل فيها فهي بلدي. انا داخل انتخابات على مقعديه، داخل الانتخابات على دايره شبرخيت ودايره تل البارود.
فمش نفس اللي انا طبعا شايفه لقريتي ان هي شيشه الانعام. انا كمان بنتمنى له كفر مساعد وكل بلد. انا مش كل البلد بتعاني من بعض الخدمات، وفي اماكن موجوده للصرف الصحي، وفي طرق لسه ما كملتش الرصف بتاعها. احيانا المسؤولين بيحطوا الميزانيه اللي هي هتكمل تبع حياه كريمه، فانا جاي النهارده مش جايب وعود ان انا مش هنفذها. انا بنقول لكم انا بناخد راي اهلي وبلدي وناسي، وبناخد كل الموجودين قيمه وقامه. بنقول لهم انا ابنكم وعندي طموح وشاب وجاي بيتعلم، وجاي ناخد رايكم، مش جاي ان انا فرض نفسي ان داخل انتخابات. انا معايا مصاريف دعايتي الانتخابيه من جيب الخاص، ومعايا ندفع تامين الانتخابات، ومعايا ندفع توكيلات، بس انا معيش فلوس للمال السياسي. انا جاي بمستقبل وطموح وامل قادم. انا جاي لاهلي واخواتي وكل الموجودين. انا ابنكم، وياما سمعنا كلام انشا، وبعدين حضرتكم انتوا اللي جبتوا لنا النواب السابقه وقلتوا لنا هم وادونا الوعود، واحنا كشباب دفعنا الثمن. والله العظيم انا ما خدت خطوه التقدم للترشح من فراغ. انا خدت خطوه الترشح عشان انا عاوز نعمل حاجه، عاوز نعمل حاجه للشباب. البطاله عندنا حدث ولا حرج. عندنا مدخل كفر مساعد ما يليقش بينا كقريه، ما يليقش بينا كقريه. انا شايف الشباب كلها عندها احباط، كل ما نتكلم مع حد يقول لك يا عم كله بيقول فيديو يقول كلام وما نفذش حاجه. يا عم والله ده انا حارب بالله ما ماشي مع اي مرشح. فانا الكلام ده بيزعلني ومخلي الشباب نفسها بقاش في امل. بس انا جاي باذن الله، جاي بالامل وجاي بالتقدم وعاوز نعمل حاجه. انا مش عاوز نتعب حد معايا في راس مال، او انا مثلا بنختار بطانه. انا بنختار الشباب وابهاتنا الموجودين عليهم ان هم يسندوا معايا ويدعموا معايا. وعايز نقول لحضرتك على حاجه، احنا بنمر بظروف في البلد ما يعلم بقى ربنا، عشان بس الناس تبقى معروفه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل مشاريع كتير، وعارف ان في قرارات اتخذت، بس اكيد في وجهات نظر فوق هي ادرى من العقول اللي بتتكلم مع الناس تقول لك رغيف العيش زاد وفي مش عارف. انا عارف ان مفيش دخل، وعارف ان في معيشه بقت غاليه، بس نستحمل مشاريع وانشاءات وحاجات بتتعمل في عاصمه اداريه جديده في الضبعه وفعل النووي. في حاجات لاجيالنا قدام. احنا كنا بناكل ومرتاحين وكنا مرتاح، بس احنا دفعنا الثمن، كنا عايشين بالدين واحنا بندفع الثمن. فاحنا لازم نصبر شويه، نخلي عندنا امل بربنا في اللي جاي. والله العظيم في شركات تبع السيد الرئيس معموله، بس احنا ما عندناش مسؤول ياخد بالشباب من هنا يطلع يشغل في حسن علام وسيله مصر. كل ما نكلم واحد المسؤول بيقفل تليفونه وغير محل اقامته ويطلع بره. فده عشان ايه؟ عشان احنا اخترنا البدله واخترنا الشكل والعربيات واخترنا المظاهر. انا جاي هنا بقول لكم انا اتربيت في شيشه، اتربيت على الطبليه وكلت وزرعت وبقى انا فلاح منكم، وتعلمت ودرست ومعايا رصاص حقوق وعندي 34 سنه، وانا شاب جاي. افتحوا المنافس للشباب. البلد دي البلد الشباب، ومحدش يرمي ودنه لكلام الاخرون. البلد بتنهض وفي مشاريع ضخمه، البلد قويه بتتعمل. هنصبر شويه وهنتعب شويه ونستحمل شويه، بس والله اللي جاي حلو وجاي خير وجاي مشاريع عملاقه هنستفاد. المشكله مش في السيد الرئيس، المشكله في المسؤول اللي قاعد في المكان ما عندوش ضمير. النهارده كل واحد قاعد في المكان ما براعيش ربنا. يبقى في اب قاعد في البيت وعنده 5 عيال مش عارف ابنه راح فين. انا كسيد رئيس يشكر 120 مليون مش هيمشي ورا كل واحد. الرقابه الاداريه عندنا بتمسك اختلاسات ناس بتاخد فلوس بملايين، وكل يوم من كم يوم وقع بمحكمه تاي البارود الرقابه الاداريه ضبطت قاضي مرتشي. بسم الله ما شاء الله عندنا جهاز الرقابه الاداريه، بلدنا بتنضف. السيد الرئيس شغال. احنا مش جاي نطبل
ولا جاي بنقول لكم انا تعينت حكومه ولا اشتغلت وكل نيابه ولا دخلت شرطه ولا نيابه. انا جاي بنقول لكم انا شايف امل جاي، والاجهزه الامنيه في بلاد بارود شغاله، ضبطه كذا ضبطيه اليومين دول كتير، وفي انضباط في الشارع، وفي رئيس مدينه جاي يضايق بارود جاي عن تقييم وكان ماسك الفيوم قبل كده، بدا ينزل ارض الشوارع ويشوف البلد محتاجه ايه، فتح شارع الكنيسه لتسهيل حركه المرور. الدنيا بدات تفوق معانا شويه. انا عارف حياه كريمه بدات في بعض البلاد وما قدرتش تكفي الميزانيه، لسه بيبقى فيها تعديل. فانا بنقول لكم الامل قادم، مش عاوز نطول عليكم. انا جيت كفر مساعد هنا بنقول لكم انتوا اهلي وانتوا ناسي، وانا شاب منكم من الطبقه البسيطه اللي اتربيت معاكم وحاسس بوجيعه كل شاب. انا مساعد مع اعلان الترشح من 3 شهور في بلدي وانا بنتحارب. كل ما نروح انا شايف الشباب كله عنده الامل. انا جاي شباب من وراكم اهوت، جاي 50 شاب من شيشت، وعندي النهارده مناسبات في شيشت، لا كاتب كتاب وعندي افراح وعندي حاله وفاه امبارح شاب كان غلطان. فالناس انا انزحت الحرج من عليهم وقلت لهم واسم اهل البلد. انا جيت بنفسي وباهلي وبالشباب وبنقول لكم مش هتندموا في القادم. انا جاي بافكار وطموح قادم وعاوز نعمل حاجه للقريه. مش بنقول لكم انا جاي ندفع مال سياسي، ولا بنقول لكم احنا دلوقتي بقى عندنا دمنا والشباب بقى عنده الدفعه ان هو ياخد قرار. عندنا الشباب بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، كليات ومؤهلات ومصروف عليه. ما ينفعش اب وكمربي اسره ليه قيمه وقيمه بالنسبه لي ان هو يحبط ابنه ويقول له انا اتفقت مع مرشح ايا كان فلان بيه وعلان بيه. احنا ما خدناش حاجه من الناس دي. انا جاي بنقول لكم انا نفسي نعمل قاعده ثابته للشباب ونبدا من هنا من المحليات. عاوز نبدا من القرى، من محليات من هنا. فانا اتحاربت وبنتحارب وما زلت بنتحارب. عشان انا ايه؟ يقول لك ده ايه؟ ده داخل لفتة اسواق، ده داخل عشان خاطر يعمل كذا مقابل كذا. هم اتعودوا ان هم ياخدوها يجوا في الاخر يدفعوا مليمين يشتروا الاسواق. عشان ايه؟ عشان ايه حضرتك لما تروح تخبط على الباب تلاقيه مقفول يقول لك الباشا مش هنا. بعدين انا خدتها بفلوس. نخلي مره الصوت يبقى حر النزيه ونكسر الاحباط اللي احنا عايشين فيه. وصدقوني اقسم بالله العلي العظيم انا داخل الانتخابات دي عشان الشباب وعشان وجعة الشباب ونفسي نعمل حاجه للشباب. مش هتندموا. وانا عاوز نختم لقائي بالشهيد اللي توفى من كام يوم من كفر مساعد الله يرحمه، الراكبه اول زين، واهل كفر مساعد متشكرين على واجب الضيافه وانا في وسط اهلي ووسط ناسي. وبنشكر كل الجهات الامنيه، بنشكر الجهات التنفيذيه، بنشكر السيد الرئيس، بنشكركم جميعا على حسن اللقاء وحسن المتابعه. وانا طبعا في اي شاب من البلد يحتاج ان هو عايز ان هو يقترح عليا او يسالني انا جاهز للرد وجاهز للسؤال. كل اللي انا عايز نقوله انا جيت عندكم هنا وبقول لكم والله ما هنبقى النائب صاحب دايره واحده. وافتكر كلامي ده، انا النائب اللي كذا دايره. لو وقفتوا معايا وحطيتوا ايدكم في بعض واتحدتوا معايا كشباب وعاوزين تغيروا الدماء وتغيروا التفكير، لازم الواحد يكون راكب عربيه ب 10 مليون ولازم يكون وراه 20 30 واحد مناصب جامده وعربيات وموكب. انا بنقول لكم انا فقير، انا هندفع فلوس من مالي ومن مال عيالي عشان عاوز نعمل حاجه للشباب. ونتمنى منكم ان نكون كل واحد قاعد معايا وشاف فكري وشافني على الطبيعه، كل ما يقابل اي حد يقول له انا كان عندي شاب جاي يطرق الباب وبيضحي بمال بيته وضحي بمستقبله عشان عاوز يعمل حاجه للشباب. وانا داخل الانتخابات دي حره ونزيهه والتوفيق بتاع ربنا، وانا مش زعلان من اي حاجه هتحصل. يبقى انا عملت محاوله شريفه وحبيت ان انا نحيي القادم وافتحوا المنافذ للشباب، افتحوا المنافذ للشباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا شايف ان في فساد، شايف ان في اشياء كتيره عايز يتم اصلاحها. الراجل عايز ينهض بالشباب، عايز ينهض، هم طبعا امل المستقبل، الناس اللي بتتحرك وراه في كل مكان. الراجل بيقول انا ما معيش مال سياسي اشحطره، يعني انا راجل مش بتاع مال، ولكن انا بنفق من جيبي مقابل الحمله الانتخابيه بتاعتي. الراجل بيقول انا شاب ومجتهد، سنه بسم الله ما شاء الله، يعني بيقول 34 سنه، يعني في بدايه سهره حياته. كون ان احنا نلاقي شاب في ربيع عمره وعنده النية الصادقة وبيتحدى الصعاب من أجل شباب مصر وشباب إيتاي البارود، أي كان المركز، يعني كل نواحي إيتاي البارود سواء القرى أو المدينة نفسها. الراجل بيقول أنا معاكم ومنكم وإليكم، أنا مستعد للإصلاح ما لم يصلحه غير في الأيام التي تم اختيار السادة النواب، ربنا يديهم الصحة، مش هنتكلم فيهم طبعا، كل واحد عمل اللي قدر عليه، ولكن أنا بتكلم في نهضة جديدة، في وجه جديد، في شكل جديد، في دم جديد. الراجل ده عايز يعمل نهضة جديد، عايز يعمل تغيير. الراجل مستعد يسمعكم دلوقتي حالا، عايز يسمع الناس الكبيرة ويسمع الشباب. لو لكم أي استفسارات أو أي طلبات هو مستعد. الراجل بيقول لكم أنا مش هعمل لكم مسكة في البحر، لكن بيقول في حاجات كتير قوي محتاجة إصلاح ومحتاجة تعديل. أنا هاخد بإيديكم وهنتعامل مع السادة المسؤولين الكبار وهوصل صوتكم، وهكون رسالة أمان صادقة ما بينكم وما بين السادة المسؤولين، وهكون نائب تشريعي السادة الأفاضل من الشيوخ الكبار اللي هم حضروا النهارده خصيصا لمتابعة هذا المؤتمر الجماهيري الجميل. الراجل جاي النهارده بيستأذنكم. الراجل جاي قرية كفر مساعد التابعة لمركز مدينة إيتاي البارود، وهي قرية وقرية كبيرة بأهلها. أقول لكم يا جماعة أنا جاي أستأذنكم، أقول لكم أنا هدخل انتخابات ونويت، وعندي إعلان الانتخابات في بعض الأماكن حرمت من بعض الناس، لكن أنا النية عندي صادقة، ومش هحلف اليمين في قبلة المساجد زي ما بعض السادة النواب القدام عملوا. أنا أقسم بالله العلي العظيم، أنا مش من إيتاي البارود، أقسم بالله العلي العظيم أنا عندي نائب في مركزي، مش هقول أنا مركز إيه، والله حلف على المصحف ابنة الجامع أنا هعمل كذا وكذا، وهو عايز أقول ما عامل ولا حاجة أنا بتكلم فيها. فأنا مش عايز أقول أنا بعيد نفس القارة. أنا بقول لكم النائب أحمد أبو شيش القادم إن شاء الله راجل منكم ومن دمكم، بقول لكم أنا هعمل اللي هقدر عليه. أنا في وظائف للشباب، في مصانع ممكن نساهموا فيها، في إصلاح في حاجات كتير فيها فساد. إحنا بنقول عايزين ننهض بإيتاي البارود وننهض بمحافظة البحيرة. سادة الشباب اللي عنده أي سؤال لمعالي النائب المنتظر أحمد أبو شيش فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الفاضل ربنا يوفق أولا، وإحنا شيء سرنا وشيء يبقى فوق الفوق إن هو من عيلة كريمة ماشي وموجودة في كفر مساعد وفي أجوار البلاد ماشي. إحنا عدى علينا ياما أوي وجاوي زي الفلاحين ما بيقولوا ماشي. أنا سني 66 سنة، عدى عليا 40 واحد مرشح وعملت لهم هيلمان الدنيا كلها ماشي. الوحيد كان بيعمل هيلمان ماشي، واحنا ربنا يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله بمشيئه الله تعالى الشباب وعائلات كفر مساعد وعائلات ابو شيش وعائلات عامر وجميع العائلات اللي في كفر مساعد بحالها تصدق صدقنا. وقفنا الراجل اللي هو يقف جارنا احنا تحت امره وهنشيله فوق دماغنا من فوق. كلام مش كلامك صادق وعلى عيننا وعلى راسنا يا استاذ احمد، واحنا تحت امرك من الالف للياء ماشي. عشان خاطر حاجه واحده بس، ان انت من عيله ابو شيش ماشي، ان انت من عيله ابو شيش ماشي، لان عيله مش اي كلام، عيله موحده وعيله حلوه وعيله لها كرامه. والله يرحمك يا حاج محمود، الفتحه الاول وحد النبي، الفتحه للراجل اللي راح له، الفتحه لحاج محمود ابو شيش. ويا استاذ احمد ربنا يوفقك ان شاء الله، ومعاك برضه الحاج سمير عامر كفر مساعد إيتاي البارود على اكمله، وراجل لافي راجل مش باير يعني، لكن جميع مفاتيش الدول العربيه بس، اما جميع بلاد العالم انا لفيت. الحداد مسلح وفي الجزاره وفي الحداده وكل حاجه.
وفي الهيلمان ما تقلقش يعني، الشباب تصور ما تقلقش يعني، اي هيلمان اللي عايزه تحت امرك فيه ماشي. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. البلد ده ايه واقف في جبالك ان شاء الله، مش هتحتاج اي خطوه بره. السلام عليكم ورحمه الله. الحاج سمير عامر يا جماعه بنتكلم دلوقتي حالا. الراجل ده كان شويه من الزمن الجميل، اللي بيقول لك ما شاء الله عنده 66 سنه، بسم الله ما شاء الله 67 سنه، بسم الله 67 سنه والله الحمد لله رب العالمين. وفي موقف مصر عائلات سلمان، معلش يا عمده العمليه خطيت شويه، معلش العمده برضه احلى عيله في عيله سلمان يعني، مش عيله سهل، عيله ابو الشيش، عيله عامر، عيله سلمان، كلها عائلات ماسكه بعضها بسم الله ما شاء الله. كنت عايز اكمله مع الحاج سمير عامر. اتفضل يا باشا. بس هو قطع لي الكلمه بس هكملها برضه. الراجل بسم الله ما شاء الله 67 سنه، خد حبه من الزمن الجميل وخد حبه من الشباب، فعاش الوسطات، شاف عيشه اهالينا القدام اللي كانوا بيتلموا حوالين الطبليه، جبنا الحله والعيش والجرجير والفجل والحاجات الحلوه ديت والطبيعه الجميله وفرن العيش والسمك، الحاجات الحلوه دي عاشها طبعا. والنهارده بيعيش عصر الشباب، بنعتبره ممثل للشباب وممثل للكبار. احنا بنحييه على الكلمه الجميله بتاعته، وهنسمع كلمه لممثل الكبار الشيخ عيد محمد حسن، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة اخواتي اعزائي الكرام، الحضور المشرف لفضيلة النائب ان شاء الله الاستاذ احمد ابو شيش، حلقة العمدة اتهم سلمان عمدة البلد، الحضور الكرام، الحاج حلمي، الحاج عبد الستار عبد الله سلمان، استاذ توفيق، الشيخ يوسف شرف، مدير اسماء جميع الحضور الكرام، الشيخ محمد عبد، اخواتي جميعا الحضور. بسم الله وتوكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. باسم رجال ونساء وشباب قرية كفر سعد الكرام المحترمين الأوفياء بالعهود، كلمة الأوفياء بالعهود، إذا وعدنا إنسان يا أستاذ أحمد وصدقنا عليه، قرية كفر سعد بسهل، إذا وعد إنسان وصدقت عليه بالقلب فربنا يوفقه شهر، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. بالفعل وحقيقة كفر ساعي إذا أعاد الإنسان وفقد عليه بجانبه التوفيق من عند الله عز وجل، وسوف تنال النجاح المستحق بأمر الله. فسر على بركة الله، أنت نعم الشباب وأنت روح الشباب، وده اللي احنا عايزينه. احنا خدنا عهود كتير وضحك عليك، ضحك علينا كتير وخدعنا بعد احترام الآية كل ما تقدم سابقا. فانت روح الشباب فيه وروح العمل فيه، ما بتنامش الليل من قبل ما تكون نايم. فاحنا عايزين دي، فانت نعم الشباب وبامر الله ربنا هيوفقك باذن الله. لنا مصلحه بس عندك وعامه للجميع كفر ساعد بتعاني منها كتير كذا دوره سابقه، صرف الصحي، صرف الصحي. وبعد ما كنت في اللجنه مع الاستاذ توفيق وحاضر معايا في اللقاء، كنت من ضمن اللم والمبالغ للارض من ساده جميع البلد كفر ساعد المحترمين، ساهموا بفضل كان جميع البلد، وجمعنا من حج رشاد عبد المحتمل وكان اول مساهمين معانا، وتحقق الحلم وجمعنا الوحده المحل وتم معاينه الوحده الارض الحكام على المحط، وكل الا الاسد. وعلى النهايه كانوا الكفر مساعد في الخطه وخلاص، وفي حياه كريمه، فهي محتاجه سكه بس تاشيره اذا اراد ربنا بيك ان شاء الله. زي قريه شيش عندك تكون في الاولويات بامر الله. الصرف الصحي في قريه كفر سعد، الصرف الصحي مصلحه عامه يتبعه وليس مصلحه خاصه. فسير على بركه الله وربنا يوفقك، واحنا بروحنا كبار مشايخ ورساء وحضرة العمده على راس هذه البلد بنؤيدك شوف انت اعمل مخلص الشاب المخلص الفاضل، واحنا نشجع الاستاذ احمد نبيع ابو الشيخ. أعزائي الحضور جميعا، أهالي كفر ساعد الكرام، مركز ومدينة إنتاج بارود، ما زلنا معكم في هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد في هذه الليلة المباركة.
الايام الاولى من شهر ذي الحجه، وهي اجمل ايام الدنيا زي ما وصفها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبننتهز الفرصه دي واحنا في وسط هذه القريه الكريمه باهلها، وعايزين نسمع اراء الشباب. طلباتكم ايه من النائب القادم؟ اللي عنده اي طلب يتفضل هنا عندنا في المنصه. شباب قريه شيشه الانعام والقرى المجاوره، اتفضلوا. السلام عليكم. انا اسمي نادر صلاح النحاس من شيشه الانعام. انا يعتبر اخو الاستاذ احمد زميل ابو تشيش من صغرنا. طول عمره واقف جنب اي حد بيروح له، وطول عمره في اي حد طلب منه طلب وقال له لا. عمره في اي حد طلب منه طلب وقال له لا، سواء يقدر عليه او ما بيقدرش عليه بيحاول برضه، يعني ما بييأس. وده شاب مننا وابن البلد، وان شاء الله خير. شكرا شباب شفت معاك. هضيف ايه الليله المباركه دي؟ اتفضل زي ما طبعا انتوا اتكلمتوا معايا في موضوع الصرف الصحي. هو كانت دراسات دكتور احمد عاشور حياه كريمه كان سبقني لقاء سابقا، فهم كانوا بيتكلموا في جزئيه ان هي حياه كريمه هتنفذ المشروع. هيبداوا يتحركوا امتى من الميزانيه الفتره القادمه. عندنا في شيشه الانعام برضه فاضل 10% في الصرف، يعني الاجهزه هناك موجوده والبياره موجوده، وهم يعتبر خلصوا البلد فاضل 10%، واقفين بقالهم سنين من 2010 واحنا في مشكله الصرف الصحي برضه. يعني احنا مش انتوا الاول، القريه الاول. والله اللي ربنا قدرنا عليه هنجري فيه. رقم ميزانيه ما تتحط ونبدا يبقى فيه امل. اول بلد هنبدا نتحرك فيها ان انا شفت المشروع والريحه الكريهه اللي محاصره البيوت، وكان احنا عندنا المشروع خارج البلد، انما انتوا عندكم في مشروع داخل البلد وفي ريحه كريهه داخله على اهالي في البيوت. فان شاء الله ربنا يقدرني وننفذ اي طلب ونقدر نعمله لكم، وعمر ما هنتاخر على اي شخص كبير او صغير. وانا بنوعدكم ان انا مش هنتكلم في كلام انشا سمعتوه قبل كده، او اي واحد قال لك كلام ونيجي بعد كده سنه اتنين ما تلاقينين. احنا بنوعدك ان انا هنقدر عليه هننفذه وبزياده، وان انا لازم نكون صادق مع ربنا قبل ما نكون صادق معانا. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انا قلت لحضرتك انا بدات الفتره القادمه بيبقى في محاربه. كل ما ناخد خطوه تلاقي في محاربه موجود. حتى انا كنت في لقاء تلفزيوني كان حد المفروض يجي يغطي معايا لقاء تلفزيوني، لما غطي معايا لقاء قبل كده اقسم بالله الشارع عشان ما ينزلش اللقاء بتاعي على اليوتيوب. والله هذا حصل. فانا بنقول لكم جميعا انا عايزكم انتوا الاعلام بتاعي، عايزكم انتوا السند بتاعي بعد ربنا سبحانه وتعالى. نشكر سياده العمده عم ادم سلمان، ونشكر كل اهل سلمان، ونشكركم جميعا، ونشكر كل اللي حضر، ونشكر كل الناس اللي فتحت لي بيوتها واللي لفت معايا ووقفت معايا وبتأيدني وعاوزه روح جديد ودماء جديده للشباب. وانا مش عاوز احباط. المفروض كان في شباب من كفر مساعد اكيد هينزل على السوشيال ميديا وهيسمعني. والله نقسم بالله العلي العظيم انا واحد اشتغلت في الشارع وانا معايا موافق، اشتغلت جميع الشغلانات، ما كان عندي حاجه عيب، بس اهم حاجه بالحلال مش بالحرام. عشان انا اسود وشي على اي مسؤول عشان يعمل لي مصلحه او خدمه ما كانش حد بيحس بينا كشباب. فانا جاي عشان انا اللي هنسمع الشباب وانا اللي حاسس بوجهه الشباب. ونوعدكم ان شاء الله باذن الله النائب الاوحد القادم ان هو هيكون مختلف عن اي شخص، ده باذن ربنا. بنشكر الحضور لاخر مره، وبنشكر عم الحاج العمده ادهم سلمان، ونشكر القياده التنفيذيه، وبنشكر كل اللي حضر واللي ما حضرش. وبنتمنى الشباب يكون قاعد معايا وانا هننزل كل جمعه او الخميس بعد العشاء فتره ساعه. عايز نقعد قعدات بسيطه مع الشباب، لان انا ما عنديش امكانيات ان انا نعمل مؤتمر كذا مره متكرر. انا برضه معايا فلوس على قد دعايتي الانتخابيه. عايزكم انتم الاعلام بتاعي. انا
بنتحارب من ناس بتدفع مال سياسي عشان ما ننزلش، عشان نفضي الملعب لناس تانية. انا عايز الناس المخلصين الصوت الحر الجريء يكون معايا، يصدقوني اقسم بالله العظيم نكون في ظهركم ونكون سند لكم بعد ربنا، وانتم كلكم والدي واخويا الكبير واهلي وناس، وكل سنه وانتم طيبين، واجعلوا عيد اضحى سعيد علينا وعليكم، وان شاء الله ربنا يجعلنا خير دايما ونتجمعوا في الخير دايما، وربنا يكتب الفرحه دايما لجميع البلد، ومتشكر لكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا بشكر سيادة النائب أحمد نبيل أبو بشيش وجماعة أبو بشيش كفر ساعد كلها بتحبهم، لأن هم ناس محترمين، وإحنا إن شاء الله البلد كلها مع حضرتك إن شاء الله. كفر ساعد بأجمالها هتبقى مع حضرتك، لأن أنت شاب جميل والراجل المحترم دايما تحب الناس، واللي بيحب ربنا بيحب فيه جميع الناس. بقول لك يا رب يكون من ليه حبيب ما تحرموش منه، ما تفرجوش يا زمان إلا الشبع منه، تعالى البلدمان يبقى الحبل خير منه. أصيل ومحترم سيادة النائب ومفيش كده منه، احنا كلنا معاك وكلنا وراك وكلنا بنحبك علشان انت راجل محترم ومن عيلة طيبة، انت من عيلة طيبة، واحنا ان شاء الله باذن الله احنا وراك ومعاك يا سيادة الله، وربنا يوفقك ويجعلك في التوفيق ان شاء الله. يا رب ييسر لك الحال وييسر لك الامور، واحنا كلنا مع حضرتك والسلام عليكم ورحمه الله. هنختم بالقرآن الكريم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ محمد تمام مرة أخرى. شكرا لفريق العمل في قناة صوت مصر الفضائية وقناة الحدث الوطني وقناة العاصمة الجديدة. شكرا لمخرجنا الجميل محمد فؤاد العوامي، وحتى نلتقي معكم في مؤتمرات قادمة مع معالي النائب المنتظر إن شاء الله، النائب القادم نائب الشباب أحمد أبو بشيش. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، وبعد أن تابعنا هذا المؤتمر الحاشد الجماهيري الذين التفوا من شيوخ وشباب قرية شيشة الأنعام وكفر مساعد من مركز ومدينة البارود، فيحلو لنا اللقاء مع فضيلة الشيخ القارئ بالإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد تميم، اللي فتح عمل افتتاحها جميلة النهارده بآيات من الذكر الحكيم، وختم كمان الأمسية الدينية الجميلة والمؤتمر الجميل ده في ليالي العشر الأولى من ذي الحجة الأيام المباركات. فهنستمع بقى بالشيخ محمد تميم. السلام عليكم مولانا. الله يبارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزين كلمة بقى لفضيلة النائب المنتظر إن شاء الله أحمد أبو بشيش نقول له. والله يعني نتمنى من الله عز وجل إن ربنا يوفقه ويجبره وياخد بخاطره يا رب. والقرآن قال إيه؟ اللهم صل على سيدنا من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإذا كان الأستاذ أحمد بينه وبين الله عهد يعني وأوفى به، فربنا عز وجل هياخد بيده وهيجبره وهيوفقه إن شاء الله. وسيدنا النبي قال إيه؟
خير الناس أنفعهم للناس أو لقضاء حوائج الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى من الله عز وجل له التوفيق. ان شاء الله يا مولانا، ان شاء الله يا مولانا. كلمه بقى للشباب اللي حاضر النهارده في المؤتمر الحاشد ده. نعم. والشباب ايه؟ نشكر شباب أهل كفر مساعد والعمدة أتهم والحج حلمي وعائلات أبو تشيش وعائلات شرف وعائلات عثمان وكل من حضر يعني معنا في هذه الليلة، من نشكره شكرا عظيم وجزاهم الله خيرا، وربنا وفقنا جميعا للخير يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. وشكرا جزيلا لفضيلة الشيخ محمد تميم على هذه الكلمات الجميلة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل مع الزميل الإعلامي عصام أبو زيد. وعدنا من الفاصل أعزائي المشاهدين متابعين قناة الحدث الوطنية ومع برنامج موعد مع الناس، وما زلنا في اللقاءات الحصرية من داخل قرية كفر مساعد التابعة لمركز ومدينة إيتال بارود محافظة البحيرة، ومع لقاءات إحدى المواطنين هيعرفنا بنفسه. حلم أبو تشيش، حلم حسين قطب أبو تشيش كفر مساعد. قول لنا يا حاج حلمي النهارده بخصوص النهارده حضرتك موجود في المؤتمر، ماذا توجه كلمة للشاب أحمد نبيل أبو تشيش؟ والله نتمنى الله من الله اللي ربنا وفقه ويجدد املنا تاني، عشان احنا كنا فقدنا الامل خالص مع جماعه النواب، بقالنا 50 سنه هنعمل لكم وهنخلي لكم ونسوي لكم، ولا حد بيعمل لنا حاجه، عد وخلاص كل سنه وانت طيب. فاحنا بنتمنى من الله اللي هو يجدد لنا العشم تاني والامل تاني في الله، وربنا وفقه مع الشباب ده هم اللي قاعدين ده هم، وربنا يسهل له حاله يا رب ويكرمه كده ويقف جنب، ربنا يقويه ويقف جنبنا وربنا يوفقه يا رب. ما احنا دلوقتي بنقول الشباب، احنا شايفين بعض رجال الاعمال داخلين الفتره اللي فاتت وما عملوش حاجه، يقول لك انا داخل بفلوسي. فاحنا دلوقتي بتقول الشباب، عايز تدعي كلمه للشباب على مستوى مركز إيتال بارود وتوجه لهم كلمه تقول لهم ايه؟ انا بنقول لهم ربنا يوفقكم ويجدد لكم املكم يا رب، منتخب زي الراجل اللي هو فقير زي حالتنا دوت، اللي هو داخل بمجهوده ومش داخل بفلوس، وتقفوا جنبه على الله ربنا يكرمه ويعدي، حتى يبص للناس الغلابه اللي هي محتاجه دهيت، وما اقولش انا عديت بفلوسي. لا قول لنا المشاكل اللي هي بتواجه البلد، يعني في مشكله مشكله ايه حاليا متواجده في البلد؟ حاليا الصرف الصحي حاليا، وعندنا السكه الشوارع بايظه خالص والسكه بايظه خالص، والمستشفى ما فيهاش اي امكانيات، ان كانت المستشفى الصحيه ما فيهاش اي امكانيات كانت. الشاب احمد نبيل ابو تشيش وهو اعلان ترشحه من داخل قريه كفر مساعد التابعه لمركز إيتال بارود محافظه البحيره، ووجه لنا كلمه للاستاذ احمد نبيل ابو تشيش. والله هو شاب وطموح وعنده يعني مشاريع وعنده بس ربنا يوفقه والناس تقف جنبه، لان احنا عايزين دم جديد وعايزين ناس تفكر جديد، وعندنا يعني كفر مساعد ديت ربنا انعم عليها انها على طريق الزراعي بتاع مصر اسكندريه، والبلد في الشرق وتلتين اراضيها في الغرب، كل يوم بيعدي ناس كتير جدا. وعندنا لو سالت في المحافظه هتلاقي اول بلد استشهد منها ناس على السريع كتير، فاحنا عايزين كوبري علو يربط الشرق بالغرب، وطلع الكوبري واتاخد في مكان تاني، فواحد شاب زي ربنا بعته لنا عشان يحيي املنا في الحياه دي، ونتمنى الله سبحانه وتعالى انه يوفقه ويوفق الشاب احمد دوت عشان يحيي امل البلد في الحياه اللي ناقصه فيه. طب قول لنا الله يخلي لنا الخدمه بتاعتنا بتاعت الكوبري ديت من ضمن خدمات البلد. الكوبري اللي هو العلو اللي اتاخد من عندنا من البلد دي بالوسايط، اتاخد بالوسايط من البلد، كوبري علو عدي السريع عشان 3/4 كفر مساعد الغرب والجمعيه الزراعيه الغرب والطرق بتاعه الاموات الغرب والمدارس الشرق، والبال حضرتك. فاحنا نتمنى الله من السيد رئيس الجمهوريه والناس المسؤولين من نشيدهم بالخدمه من ضمن خدمات الدوله في الكوبري اللي هو بتاعنا بتاع السريع دي، وشكرا. وما زلنا متابعين مع احد اللقاءات الجمهور. طب حضرتك قول لنا النهارده المشاكل العامه اللي بتواجه البلد النهارده واللي بتناشد. طبعا احنا من خلال برنامجنا برنامج مع الناس في كل ارض مصريه من داخل محافظه البحيره، طبعا بنناشد السيد رئيس مجلس مدينه إيتال بارود ان نتوجه لقريه كفر مساعد ويستمع لاهالينا البسطاء العظماء داخل قريه كفر مساعد وبعض المشاكل. طبعا كنا مع حضراتكم
ونتابع مع حضراتكم اللقاءات الحصرية من داخل قرية كفر مساعد، جمهور وبعض أهالينا المواطنين الشرفاء البسطاء من داخل قرية كفر مساعد. أتعرف بحضرتك؟ محمد عبد الجواد عمارة. محمد عبد الجواد عمارة. هنا جبال حضرتك هنا مستشفى لا فيها المفروض يكون فيها عربية إسعاف، المفروض بلد كبيرة زي دي يكون فيها عربية مطافي زي قرية سيادة النائب اللي ربنا يوفقه إن شاء الله الأستاذ أحمد، فيها مطافي وإسعاف. معدومة البلد البنية التحتية بتاعتها معدومة ومن سنة 1966 واحنا عايشين على كل عضو برلمان ينزل كفر مساعد ان احنا هنعمل ونخلي والسلام عليكم وعليكم السلام. يعدي العضو ما تشوفوش غير في الدايرة التانية او في مجلس تاني انفك المجلس وهيجي وفي انتخابات وبتاع في دورة تانية خلاص عدى خلاص انتهت. فاحنا ان شاء الله اذا اراد ربنا مع النائب بتاعنا دهوت دمه شباب صغير حلو وبيقول والله انا عايز نعمل للشباب، يبقى احنا هنسانده كلنا. وهي مش كل المرات بقى، احنا زهقنا من الناس دي من سنة 1966 واحنا في المرحلة دي. انا عندي 66 سنة يعني عشت من ايام المرحوم الحاج عبد السلام مغيب الله يرحمه. ناس كتير والصرفية ناس محترمين على عيننا وعلى راسنا، ما قلناش حاجة، بس ما حدش قدم للبلد دي. بلد معدومة من جميع الخدمات حقيقي، من جميع الخدمات. احنا مش كل حاجة نقول الرئيس عمل بلدنا عملها اوروبا، ولا عمره هيجي رئيس زي ده ولا احسن من ده احسن رئيس في العالم. السيسي احسن رئيس في العالم، وانا بقولها من منطلق القناة بتاعتكم. السيسي احسن رئيس في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج مع الناس، كنا مع حضراتكم في قرية كفر مساعد التابعة لمركز ومدينة إيتال البارود محافظة البحيرة، ونقلنا لحضراتكم المؤتمر الجماهيري الحاشد بخصوص ترشح الشاب أحمد نبيل أبو تشيش، وهو شاب من شباب قرية شيشة الأنعام. ونقلنا لحضراتكم المؤتمر من داخل قرية كفر مساعد وبعض آراء المواطنين